حبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار يا جماعة في الايام الصعبة اللي احنا عايشينها دي، والموقف البايخ اللي احنا محطوطين فيه دلوقتي بسبب قرارات متسرعة من مجلس إدارة نادي الزمالك وقرارات غير موفقة، وحالة من الإحباط الشديد بتصيب الكل. أنا أولهم، يعني أنا أول واحد محبط من اللي بيحصل ده، لكن شايف إن شاء الله إن الفترة اللي جاية إن إحنا نقدر نصحح الأخطاء اللي حصلت ديت، وشايف إن إحنا هنقف جنب الفرقة. هبتدي بحكاية الحسابات اللي طلعت علينا وقالت يا جماعة إحنا مش هنقاطع مباراة الزمالك ومش هنروح مباراة الزمالك والكلام ده كله. هو احنا يا جماعة عشان خلاص يعني قرار غلط من مجلس إدارة هنقاطع الزمالك؟ يعني انت عندك قرار غلط من مجلس إدارة النادي هتقاطع عشان الزمالك؟ بصراحة مش منطق، ومش عارف مين صاحب الفكرة الخبيثة دي او الفكرة البايخة دي عشان يقول للناس مش هتروح المباراة احنا زعلانين من الزمالك. واحنا من امتى يا جماعة تخلينا عن الزمالك عشان حد يطلع دلوقتي يقول لك احنا مش هنروح مباراة الزمالك النهارده ومش هنشترك ومش رايحين ومش هنشجع الزمالك؟ هتتخلوا عن الزمالك عشان قرار خاطئ لمجلس الإدارة او خطأ عمل مجلس الإدارة؟ واحنا دخلينا على الزمالك لما كان مخطوف من مرتضى منصور وكان مخطوف من اللجان المعينة وكان تخلوا عن الزمالك في الوقت ده؟ انا مش مصدق صراحة، مش مصدق ان احنا ممكن نعمل كده ونخسر، يعني هنخسر انتمائنا للزمالك عشان قرار انفعالي من واحد كتبه على صفحه او مجموعه اللي هي بتشجع وراحت قالت لك احنا هنقاطع الزمالك. اقسم بالله انا لو في مصر لو كنت رايح الماتش ده، يعني لو موجود في مصر كنت رحت الماتش ده. الوقت ده هو وقت جمهور الزمالك. احنا زعلانين وهنقول ان احنا زعلانين وهنتكلم وهنعبر عن غضبنا والكلام ده كله، لكن يا جماعه يعني ما نشجعش الزمالك واحنا نسيب الزمالك في الفتره دي. اتمنى اللي خد قرار ولا قال كده ماشي، لا يراجع نفسه، ويراجع نفسه كويس جدا. هتخلوا على الزمالك في الفتره دي؟ عيب يا جماعه اللي اتقال ده. غلط مجلس اداره مش الزمالك مش هيحاسب عليها. غلطات مرتضى منصور كان الزمالك ما بيحاسبش عليها، غلطات ممدوح عباس كان الزمالك ما بيحاسبش عليها، غلطات المجلس ده كلها 4 سنين ولا 3 سنين وماشي. الزمالك هو اللي قاعد. انتوا هتحاسبوا الزمالك عشان غلطه عشان بيان متسرع، عشان قرارات ما حصلتش، عشان ضغوط من الناس، عشان قرارات غلط، عشان منظومه كلها بتحاربك. انت كمان جاي على الزمالك؟ انا مش مصدق والله. انت كمان جاي على الزمالك وجاي تعاقب فريقك، تقول انا مش هشجعك كمان؟ انت كمان يعني الناس اضروا الزمالك بقرار غلط واضروا الزمالك بخطوات غلط، والمنظومه بتحارب فيك وده بيحارب فيك والاهلي بيحارب فيك، وانت كمان قلت لا بس خلاص يا جماعه سيبوا الزمالك وامشوا خلاص. يعني خلص الكلام. سيبوا الزمالك عشان غلطه حصلت، غلطه حصلت وغلط مجلس اداره وغلطه مجلس اداره. وطلع امبارح مسؤول عن فريق الكوره في نادي الزمالك احمد سليمان مع مهيب عبد الهادي، بغض النظر على باقي اللقاء تمام، بس قدم اعتذار لجمهور الزمالك، قال احنا غلطنا واعتذر لجمهور الزمالك. حصلت غلطه، هنسيب الزمالك عشان غلطه؟ انا يعني علي باكي هرد على الحكايه دي علي. وانا يعني للاسف شايف من امبارح حرب بين جمهور الزمالك وعلى التايم لاين هنا وعلى تويتر وسبيسات وكلاب هاوس، وده بيشتم وده بيدافع وده بيشتم وده بيدافع، واتفرقنا رسمي للاسف. جمهور الزمالك بيعاني الفتره ديت من الانقسام، ودي اكتر حاجه تقلقني انا وتخوفني على الزمالك. ما اخافش من اي حاجه، ولا اخاف من الفلوس ولا من المنظومه ولا من تركي الشيخ ولا من العرجاني ولا بس خايف بس ان هم يفرقونا، ونجحوا ان هم يفرقونا لغايه دلوقتي. يا جماعه عشان احنا نرجع لازم حاجه واحده بس، نتكاتف ونتماسك. ما يبقاش يا جماعه ان انت في الظروف دي تسيب الزمالك تمام، في الظروف دي تسيب الزمالك وتقول انا مش هروح الماتش عشان انا زعلان ونقاطع المباراه، وتلاقي حسابات كتيره جدا بتدعو لعدم الذهاب الى المباراه. عيب اللي بيحصل ده، وعيب اللي انا شايفه ده، وعيب ان انت تدعو لمقاطعه مباريات فريقك. يا راجل يعني انا مش عارف مين صاحب الفكر ده.
تدعو انتوا يا جماعه انتوا جايين تذبحوا الزمالك في وقت الكل بيدفع فيه في النادي. انا مش مصدق من امبارح والله. والله بس الواحد كان محبط وما كانش ينفع اطلع اتكلم في وقت زي ده. هطلع اقول ايه؟ هطلع اقول ايه وانا شايف نادي بيراميدز اللي هو نادي يعني على قده ما فيش ثلاثه في مصر بيشجعوه، بياخد حقه وبياخد خطواته القانونيه، وطلعنا هنا وقلنا يا كابتن حسين روح للكاس، يا كابتن حسين خد حقك، يا كابتن يا كابتن يا كابتن. لكن للاسف مشيت موائمات، مشيت موائمات. وانا عايز اوجه رساله كتبتها امبارح بالليل متاخر للناس: يا جماعه ما تخليش حد يستخدمك ان انت تهدي الناس. يعني ايه؟ يعني ما تكتبش حاجات على هوا فلان. لما يكون في اعضاء مجلس اداره تحت السن بيستخدموا حسابات عشان يدافعوا بيها عن مجلس الاداره ويهدوا بيها الناس، ويضرب خبر هنا وينزل خبر هنا واحنا هنعمل واحنا هنسوي، في الاخر احنا كلنا لبسنا، احنا كلنا لبسنا. فاتمنى يا جماعه، انتوا مش اذكى من اي حد ولا عضو مجلس الاداره ده على فكره. انت بالنسبه له يا صديقي العزيز ما انت الا مجرد، ما انت الا مجرد اكونت سوشيال ميديا هو بيستخدمك فقط لا غير. قسما بالله ما بخونك، ولا قسما بالله ما بقول عليك الا انت لجنه ولا بتقبض ولا الكلام ده كله. لا، انت راجل زملكاوي وبتتلهى في الخبر ودخلت في موضوع السوشيال ميديا. الكلام ده مش لواحد على فكره عشان الناس هتاخد كلامي اللي على شخصيه معينه، لا ده كتير. مفيش حد زملكاوي اكتر منك، مفيش حد زملكاوي اكتر منك، انت زملكاوي. فما تخليش حد يستغل زملكاويتك ويدي لك اخبار ويستخدمك في حيث ان هو يهدي بيك الشارع. وما تخسرش انت يا حبيبي زملكاوي زيك عشان تدافع عن اي حد، عشان تدافع عن اي حد. انا راجل داعم لمجلس الاداره ده، واقول لكم مجلس الاداره ده لازم ياخد فرصته للاخر لغايه لما نشوف هنعمل ايه بقى. لكن ان انا اطلع دافع واستفز الناس في وقت زي ده، لا ده مش لطيف. خلصنا الجزئيه دي، خلصنا الجزئيه دي، تمام. انت عندك بقى حاجه تانية مهمه جدا لازم تفهمها. في ناس بقى اللي بيصطادوا في الماء العكر، الناس اللي بتصطاد في الماء العكر دلوقتي بقى وايه، وشايفين اللي اصحاب المصالح هيدخل يروح مسخن الناس عليك ويقول لك خلي بالك الخونه، الناس الخونه اللي باعوا الزمالك ده متفقين مع الاهلي، ده دول عملاء للاهلي. دول ناس دول ناس مش متربيين ولا زملكاويه ولا يهمهم مصلحه الزمالك. يبقى انا بكلمك على جزئيتين اهم. مهم جدا ان احنا وانت بتقرا تبقى عارف ايه الجزئيات ديت. ان في واحد بعمياني كده، عمياني هيأيد عمياني وهيطلع يقول لك لا مفيش حد غلطان وينتصر لوجهه نظره ان هو مؤيد للمجلس، فلا انا مؤيد للمجلس فهم الناس دي ما بتغلطش، انا وجهه نظري صح انا بأيد صح. مش منطق على فكره. انت ناس غلطوا اطلع قول الناس دي غلطت. خلي دايما البوصله الزمالك. الناحيه الثانيه بقى الناس اللي كارهين للمجلس والناس عبده مشتاق والناس اللي كانوا عايزين كراسي وما خدوهاش والناس اللي كانوا عايزين والناس والمستشارين والكلام ده، لا خلي بالك الناس دي كلها اصحاب مصالح، اصحاب مصالح. يبقى انت عندك جزئيتين: اصحاب المصالح اللي هم في اي خطا ما بتشوفهمش غير لما يكون في خطا، واللي هم مؤيدين وعايزين ينتصروا وجهه نظرهم ان هم تأييدهم صح. ما تدخلش نفسك في الحته دي، ما تدخلش نفسك في الحته دي، وما تدافعش عن الخطا. في خطا ماشي لا، واوعى نروح لسكه رجعوا امير يجدد لساسي. خلي بالك في صفحات وفي ناس بتتكلم يعني هم معروفين، الناس بتوع السكه دي معروفين. رجعوا امير يجدد لساسي دول معروفين، ومعروفين مين اللي مش عايز برضو اخش في حته تخوين، بس خلي بالك وانت بتقرا مين اللي ورا الكيبوردات. اللي هتكلم عليه مجلس الاداره اخطا، اخطا، ومجلس الاداره عمل بيان الاول متسرع كان فيه بنود مستحيل تنفيذها. نعم. هل البيان ده عدى على كل خدتوا بيه راي اعضاء مجلس الاداره كلهم؟ لا، ما حصلش الكلام ده. البيان ده نزل والبيان ده كان متسرع، وقلت خلي بالك لا تنفذ لي، انت بتقول في البيان لا تنفذ لي، لا مش لاعب ومستحيل تنفيذ يعني نص الكلام اللي معمول ده مستحيل تنفيذه. طيب خدت مكاسب؟ خدت مكاسب، بس مكاسب قد كده. حركت المياه الراكده. الناس بتزعل من مصطلح تحريك المياه الراكده. تحركت المياه الراكده. السنه الجايه مش هيبقى زي السنه دي، بس خلي بالك انت الجمهور كله التف حواليك، كل جمهور الزمالك التف حواليك. كنا بنقول اثبت وثبت اللي جنبك واثبت، ما صدقنا نلاقي حاجه ناخد بها حقنا بعد كده. بيان غير مدروس والمكاسب ما تعادلش تهديد الانسحاب. خلي بالك بيان غير مدروس والمكاسب ما تعادلش البيان بتاع تهديد الانسحاب. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنعمل ايه؟ هنسيب الزمالك؟ مش هنشجع الزمالك؟ خلاص الزمالك احنا مش هنشجعك تاني؟ مستحيل. والناس اللي كتبت كده اكيد ناس يعني عندها خلل. انا اسف ان انا بقول كده. احنا هنشجع الزمالك وهنفضل نشجع الزمالك، تمام. بس انت يعني
مش عارف. انا مش عايز ادي اي مبررات، ولا عايز اطلع ادافع عن المجلس، ولا عايز اطلع اهدد في الناس، ولا اطلع اخون في الناس، لان انا اللي شايفه امبارح حاجه محبطه. ان اللي احبطني امبارح يا جماعه حاله الانقسام في الكره الزملكاويه امبارح. جمهور الزملكاويه امبارح كان منقسم، وده يشتم في ده ماشي. وبعدين في فرق كبير جدا ما بين كيان الزمالك وما بين مجلس الاداره. مجلس الاداره ده 4 سنين وماشي، مجلس الاداره ده 4 سنين وماشي، لكن كيان الزمالك انت هتعاقب الزمالك عشان 12 شخص؟ ايه يا جماعه؟ هتسيبوا الزمالك يعني؟ احنا شجعنا الزمالك، شجعنا الزمالك في العشريه السوداء، وشجعنا الزمالك لما ما كانش في مجلس اداره، وشجعنا الزمالك لما كان لجان، وشجعنا الزمالك لما كان ماسك واحد اهلاوي ماشي. لان الكيان شيء والناس دي كلها شيء. يعني عماد البناء الاهلاوي كان زمالك، كان في الزمالك، كان ماسك لجنه. سيبنا الزمالك، شجعنا الزمالك، شجعنا الزمالك، شجعنا الزمالك. انا هاخد يا جماعه هرد عليكم في الكلام كله، بس انا عندي كلمتين لازم اقولهم. انا كاقتناع باللي عمله كابتن حسين لبيب الفتره اللي فاتت، لا ده مش تمام، ده مش تمام. وكان البيان غير مدروس يا كابتن حسين. وعلى فكره بس يا جماعه، الناس المؤيده بشده والناس اللي هي بتشتم في الناس على فكره الكابتن حسين نفسه بيقول لما يكون في غلط قولوا لي في غلط. فلما يطلع بيان زي ده والجمهور يكون زعلان، ويطلع امبارح عضو مجلس اداره يعتذر للجمهور، وانت تيجي تخون الناس، عيب يا جماعه. عيب لما نلاقي في ناس اصلا بتشتم في الكيان نفسه، بتشتم في الزمالك والنادي. عيب يا جماعه تشتموا ناديكم. انا متاكد دلوقتي ان جمال جبر ولجان الاهلي قاعدين بصوا مستقيصين، عملوا اللي هم عايزينه. شايفين قدامهم الجمهور بيقطع في بعضه، شايفين قدامهم حاله انقسام رهيبه ما حصلتش من زمان قوي، من ايام مرتضى. عندك مجلس اداره غلطوا والمصحف غلطوا، البيان كان غير مدروس، غير مدروس. لكن وبعدين انت هتعمل ايه بعد كده؟ تمام؟ هتعمل ايه بعد كده؟ احمد البيه بيقول لي دلوقتي عرفنا معلش الدليل بتاع ان الدوري هيتعدل السنه الجايه. مستحيل هيبقى اللي حصل السنه دي يحصل السنه الجايه ماشي. احنا قبل كده يا جماعه، يا حسن نقرا التعليق بتاعي لو تكرمت الموضوع شوبير متحكم في عباس، وعباس ليه يد في اللي بيحصل في الزمالك. لا يا جماعه، انا هنا اللي كنت بطلع وكنت بقول لك خلي بالك علاقه ممدوح بشوبير ديت علاقه تضر الزمالك، لكن مش هتوصل ان هو يقول له انسحب وما انسحبش، وممدوح عباس يجبر الناس والكلام ده. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. وحكايه ان انت تخون الناس والناس دي خاينه والناس دي دلاديل عند الخطيب والناس دي بتنفذ تعليمات، لا الكلام ده مفيش. الناس ديت كل اللي حصل ان هو البيان بتاعهم كان غير مدروس، البيان بتاعهم كان غير مدروس. انا النهارده حد قال لي ما تطلعش تتكلم الناس لا انا هطلع اتكلم اقول اللي عندي، وانا شغال عند حد؟ انا هطلع اقول اللي عندي ماشي. لكن انت عندك قاعد انت بقى متضايق من الاهلاوي اللي الناحيه الثانيه، ومتضايق من المرتضاوي اللي هم 2-1 ماشي. اللي ناحيه يا ابني لا خليك في مصلحه ناديك. حصل خطا، حصل خطا، يتفادوه الفتره اللي جايه، يتفادوه الفتره الجايه وما يتكررش. وانا مش عارف ازاي ان في اصوات تطلع تقول ان الجمهور اللي رايح المدرج النهارده خون. مش فاهمها، مش فاهمها ازاي تطلع تقول على مشجع زيك رايح المدرج النهارده يشجع الزمالك ويقول زمالك يا حبي حته من قلبي ويشجع الناس، تقول عليه خاين. يا رجل، يا رجل، هان عليكم الزمالك لدرجات دي تطلعوا الناس اللي رايحه تشجع الزمالك خونه عشان ما رضيوش بمقاطعه فريقهم؟ انتوا مجانين يا جماعه ولا ايه؟ انتوا مجانين. ما مرتضى كان بيطلع يشتم الجمهور وكان بيطلع يشتم الزمالك نفسه، حد قاطع المباريات؟ مين اللي ورا موضوع مقاطعه المباريات ده؟ تمام. التأجيلات اللي حصلت السنه دي مستحيل تحصل بعد كده، مستحيل تحصل بعد كده. انا بقول لكم مستحيل تحصل بعد كده، مستحيل. لو حتى المجلس بتاع الزمالك ده مشى وجا حد تاني، بس انت عشان مستحيل تحصل بعد كده لازم تعمل حاجه مهمه جدا. لازم تروح لكاس في اي قضيه تعرفهم ان انت وصلت كاس. بس يا راجل ده بيراميدز بيعمل اللي هو عاوزه في الكره المصريه بمزاجه، ان هو بيروح لكاس. ما بتروحوش لكاس ليه؟ مين اللي منعك؟ لو في حد منعك قال لك على فكره ممنوع تروح لكاس، عرفنا واطلع قول للناس وقدم استقالتك ماشي. لو في حد بيهددك انت تروح لكاس، والله العظيم يا جماعه قدموا استقالتكم. احنا خلاص يا جماعه مش قاعدين في البلد دي، مش قاعدين في النادي ده، والبلد عايزه ان احنا ما نروحش الكاس، واحنا نبقى كومبارس للاهلي ونعمل دور محدد مطلوب مننا وخلاص. لو انت مطلوب منك كده
لو مطلوب انك ما تروحش الكاس. لكن بيراميدز بياخد اللي هو عاوزه عشان بيروح للكاس. طب بيروح للكاس ليه بيراميدز؟ عشان هو مملوك لمستثمر اجنبي. المستثمر الاجنبي ده بيدفع فلوس وعنده الادوات اللي يقدر بيه يروح بيها على كاس، ومفيش حد يقدر يرفع اي سماعه التليفون ويقول له بطل هبل واقعد انت مش جاي ايه تغير الكون. محدش هيقول له كده، محدش هيقول لبيراميدز كده. فعشان كده دايما كنت بقول لكم حلم من احلام حياتي اللي انا اشوف الزمالك متباع لمستثمر اجنبي عشان نعرف ناخد حقنا، عشان نعرف ناخد حقنا. البيان اللي نزله بيراميدز بيان محترم مدروس. اتمنى نتعلم من بيراميدز. انا اسف ان انا بقول كده، اتمنى نتعلم من بيراميدز، اتمنى احنا نتعلم من بيراميدز. البيان مدروس صح، نازل صح، عارف هو هيعمل ايه، شايف قدامه صح. خلي بالك دايما لما تيجي تسوق عربيه وان حد يعلمك يقول لك بص قدامك صح وشوف الادوات اللي تحت ايدك صح. فرق كبير جدا يا جماعه بين بيان الزمالك وبيان بيراميدز، فرق كبير، فرق كبير. للاسف الزمالك بالتاريخ بالعراقه بالجماهير بي نادي لسه معمول اول امبارح، شغال صح ودارس وعارف وبيضغط صح وما عندوش جمهور، ما فيش ثلاثه في مصر بيشجعوه. لكن انت الزمالك العريق ده كله مش عارف ياخد حقه. واحد اهلاوي حقير اسمه محمد احمد، انت يا حسن من الناس اللي ظلمت الزمالك بتأييدك المجلس الضعيف ده في كل قراراته السابقه الغلط وقالوا من الانسحاب قدام الاهلي. اولا محمد انت من الناس القطيعه اللي انا ما بحترمكش يعني خالص، ولا بحترم اي حد من الجماعه اللجان اللي زي كده. ان انت تيجي تعلمنا احنا كزملكاويه نعمل ايه وما يعملش، روح شوف عندك الزريبه اللي عندك هم تعلمهم يعملوا ايه. لكن انا اشكالك دي انا ما بحترمهاش. كان لازم اسمعك الكلمتين دول لان اشكالك دي اشكال لجان، فانت مش هتيجي تقول لنا نشجع الزمالك ازاي وتقول لنا نعمل ايه. غور في 60 ده هتاخدك وتاخد اللي خلفوك. انا اسف يا جماعه، بس ما حدش اهلاوي هيدخل يقول لي ماشي، ما حدش اهلاوي هيدخل يقول لي اشجع الزمالك ازاي. تمام، ما حدش اهلاوي ابدا هيدخل يقول لي شجع الزمالك ازاي. حلو. تاني، ما حدش يغفلك ويوديك في سكه رجعوا امير يجدد لساسي، المجلس ده ضعيف لازم يمشي. خلي بالك مش بس الهجوم من ناس زملكاويه، الزملكاويه زعلانين وحقهم ان هم يزعلوا، بس خلي بالك هم واخدينك في سكه ايه؟ احنا لازم المجلس ده يمشي، المجلس ده خاين، المجلس ده شغال عند الخطيب، المجلس ده حسين لبيب وعباس هيبيعوا النادي للاهلي. الكلام ده كله كلام لجان، كلام لجان من بشالوش. افهم كويس قوي، ده كلام لجان من بشالوش، وكلام مرشحين سابقين ما ربنا ما وفقهمش، وكلام ناس متطرد بره النادي، وكلام اهلاويه، وفي ناس زملكاويه بيقولوا كلام اصعب من كده، بس دول زملكاويه لازم اسمع لهم. تمام؟ مجلس الزمالك ده قاعد 4 سنين وماشي ولا 3 سنين وماشي، ما تبقاش انت الدبه اللي قتلت صاحبها. حصل خطا، حصل خطا، حصل خطا، حصل خطا. ما تبقاش انت بقى ايه خنجر في ظهر ناديك، ما تبقاش خنجر يقول لك ما تروحش تشجع الزمالك في الماتشات، ما تروحش تشجع الزمالك في الماتشات، ما تروحش مش عارف ايه. خليك دايما، تمام، خليك دايما مع فرقتك، خليك دايما مع فرقتك، خليك دايما عندك يعني الايمان بفريقك، خليك دايما ورا الزمالك. احنا حظنا ان احنا واقعين في منظومه كارثيه او منظومه كارثه شايفه نادي واحد بس، ده حظنا. وانا بوجه كلامي دلوقتي للمجلس، رصيدكم بدأ ينفذ عند الناس، رصيدكم بينتهي. اللي حصل في العاب الصالات، اللي حصل في الملفات الاخيره، اللي عدم التدعيم لغايه دلوقتي، عدم فك القيد لغايه دلوقتي. يا جماعه احنا زملكاويه، احنا مش شايفين غير الزمالك بس، احنا ايدناكم عشان انتوا ناس محترمه وشايفين ان انتوا ناس محترمه هتقدروا تفيدوا الزمالك. لكن اللي انا شايفه ده رصيدكم بدأ ينفذ. البيانات الغير مدروسه غلط، القرارات الغير مدروسه غلط، الحاجات الغير مدروسه غلط، الناس بدأت تزهق، رصيدكم بينفذ. وانت كده كده محاط بمجموعه من الغوغائيين اللي عايزين يوقعوك، فهم مع شويه الاهلاويه وبالمنظومه بشويه اللجان عاملين عليك ضغط رهيب، زائد قراراتك الغير مدروسه اللي بتساعدهم ان هم يعملوا كده. خلي بالك رصيدك عند الناس بدأ ينفذ، التجديدات اللي ملهاش لازمه للعيبه منتهيه، التعاقدات اللي انت لسه ما عملتهاش، الناس اللي فري اللي المفروض تتعاقد معاهم وما تتعاقدش معاهم، فك القيد. وعايز اقول على حاجه كمان، ماشي، عايز اقول على حاجه كمان مهمه جدا. كابتن حسين السيد، في ناس بتطلع على السوشيال ميديا، الراجل ده راجل محترم جدا، خلي بالك عشان بس تبقى الامور ايه واضحه. حسين السيد راجل محترم جدا، وراجل بيدفع من جيبه، وراجل شغال لمصلحه النادي، بس هو بيدفع من جيبه قروض لنادي الزمالك، عشان انا شايف في ناس بتعمل بوستات بتدعم بيها الكابتن حسين السيد، وفي كتر خيره طبعا، يستاهل البوستات دي ويستاهل كل حاجه. بس في حاجه مهمه جدا انا عايز انبه ليها، الفلوس اللي الكابتن حسين السيد بيدفعها دي قروض، مش فلوس، مش تبرعات.
قروض مش تبرعات، يعني هو بيقرض النادي مش بيتبرع للنادي. الوحيد اللي بيتبرع والفلوس دي ما بيكون مش قروض في الوقت ده هو ممدوح عباس. طبعا هتقول لي انت كده بتطبل لعباس، انا بقول لك اللي بيحصل اهو عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه فين، وانت كزملكاوي عارف الدنيا ماشيه فين. الكابتن حسين السيد بيقرضك وكتر خيره على فكره، لغايه دلوقتي قارض النادي حوالي 2 مليون دولار، لكن اللي بيدفع بس من غير قروض ولا حاجه هو ممدوح عباس. حسين السيد دي فلوس قرض النادي الزمالك ومش فلوس تستحق يعني ايه يعني يتقال عليها ان هي تبرعات. دي فلوس هياخدها تاني ان شاء الله لما الزمالك يقف على رجله. ده اللي بيحصل مع حسين السيد، ده حتى كده على السريع كنت لازم اتكلم عليه. حسن المشكله ان في عالم زباله بتتريق علينا واننا ملناش كلمه، ودي حاجه صعبه جدا بصراحه. مفيش الكلام ده يا محمد، اللي يقول لك انت خايف من الاهلي وانسحبت خايف من الاهلي. تاني انت كسبان الاهلي بمتيابه، وقسما بالله ان الاهلي كانوا خايفين من ماتش الزمالك. والله الاهلاويه كانوا خايفين من ماتش الزمالك. وشوف رد فعل شوبير، شوف رد فعل شويه اللجان المأجوره اللي شوبير طالع يقول لك يا ولاد الذين دول لجان الاهلي هم اللي ضغطوا على الزمالك. دول اللجان اللي انت مشغلهم يا كابتن، اللجان دول انت مشغلهم يا كابتن وبتقول لهم يعملوا ايه؟ انت بتقول لهم يعملوا ايه يا كابتن احمد حبيبي؟ احنا يعني مش هنزور الحياه يا كابتن احمد، مش هنزور الحياه. تمام؟ اللي بيطلب رحيل المجلس من الزملكاوي اهلاوي لا له مآرب اخرى. حسب المشكله قلت اللي حصل هزه عنيفه ولكن ستقوي النادي والمجلس. درس العمر للمجلس، هو فعلا درس العمر للمجلس، الدرس ده لازم يستفيدوا منه. محمد الفاتح الحقيقه اني واثق فيهم جدا. تمام. انا بس يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه عشان خلي بالك، في فرق كبير جدا 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 ما بين الكيان وما بين مجلس الاداره. الكيان ثابت لكن مجالس الادارات بتتغير، انت لازم تفهم كده. الناس اللي بتقول نقطع ماتشات الزمالك، في فرق ما بين الكيان وبين مجالس الاداره. محمد فتحي بيقول لك انا واثق فيه، انا هقرا يا جماعه تعليقات دلوقتي على فكره يعني. الحقيقه اني واثق فيهم جدا يا جدعان. هو لما نسند الخير لاهله ونشكرهم يبقى احنا كده تبعهم او بنبض؟ احنا الزمالك ولاد الاصول، مفيش حد. احنا بنشكر الناس، انا قلت لا بشكر كابتن حسين السيد وكل حاجه، بس لازم الحاجات تتحط في مكانها الصحيح. بمناسبه مجلس الاداره، كان زي ما كاتب الملك، المجلس كان المفروض يقدم شكوى للفيفا واتحاد الكوره عشان تتحول لكاس بعد كده. المجلس ما عملش كده، علامه استفهام كبيره كبيره على ان احنا لسه ما رحناش كاس. ماشي، انا مش هطلع اقول عليك خاين وانت ما لعبتش ماتش سيراميكا والكلام ده، وقلت الكلام ده قبل كده في اللايف بتاع اول امبارح، بس هقول لك النهارده علامه استفهام كبيره ان انت ما رحتش كاس. علامه استفهام كبيره ان انت ما رحتش كاس. علامه استفهام كبيره ان انت ما رحتش كاس. مش عارف ليه، مين ضغط عليكم؟ تاني هقول مين ضغط عليكم؟ في فك قيد ولا ما فيش؟ النهارده بكلم حد قال لي فك قيد صعب، بس انا بقول لك في فك قيد. يعني بكلم حد النهارده بيقول لي فك القيد صعب، بس انا بقول لك في فك قيد، هيفكوا قيد، هيفكوا قيد. دعاء تروح اشخاص وتيجي اشخاص، والزمالك عندي ثابت العشق الابدي. ده كل اي زملكاوي كده، لكن دعوات المقاطعه ديت كانت غريبه، ودعوات المقاطعه ديت كانت مريبه من اشخاص المفروض هم زملكاويه. تقاطع الزمالك، تقاطع ناديك الزمالك. اقسم بالله لو في مصر كنت رحت الماتش ده، والله لو في مصر لو كنت هروح مشي، لو كنت رحت الماتش ده يا جماعه. ده ايام، اقول لكم على حاجه، ايام واحنا في 2009 كان الزمالك وصل للمركز ال 13، وكنت انا بنروح كان تبع الجروب بتاع الوايت نايتس. تمام، والزمالك يتغلب وصلنا المركز 13، واصرار غريب يا اخي ان انت ما تسيبش الزمالك وتروح الماتش اللي بعده. نتغلب مش عارف من مين ونتعادل واروح الماتش اللي بعده، نتغلب من اتحاد الشرطه واروح الماتش اللي بعده، نتغلب من حرس الحدود. كان موسم كارثي قبل ما يجي حسام حسن، الموسم الحته اللي كان فيها مدرب الفرنسي اعتقد مش فاكر اسمه. تمام، والله العظيم كل ماتش الزمالك يتغلب فيه كنا في اصرار ان احنا نروح الماتش اللي بعده اكتر، عشان ما كانش ينفع نسيب الزمالك في الوقت ده. فانتوا عايزين تسيبوا الزمالك في الوقت ده وبتعملوا دعوات لكده وبتكتبوا يا اخي يعني قلبك طوعك ان انت تكتب دعوه لعدم حضور مباريات الزمالك ومقاطعه ماتش الزمالك؟ هل ممكن مباراه الاهلي تتعاد؟ اللي حصل في نادر امر الدوله ان هو يجيب مراته واولاده، تعالوا يا اولاد، تعالوا يا حبايبي، تعالوا عمو امام عاشور، تعالوا وصوروا. اقسم بالله دي فضيحه، اقسم بالله دي فضيحه.
نادر امر الدوله وهو بيتصور مع امام عاشور وبيتصور مع لعيبه الاهلي وجايب مراته واولاده وبيتصور معاهم سيلفي وعشان ايه ده؟ انا لسه نزل خبر من شويه. ايه الكارثه دي؟ ده الدوري؟ دي مصر؟ دي العداله؟ دي الشفافيه؟ ده المساواه ما بين الانديه؟ ده يخرب بيتكم يا اخي. مؤمن عبد الصمد مفيش نادي في مصر يقدر يروح الفيفا. بيراميدز يروح. امبارح مداخله سيف زاهر مع ايهاب الكومي بيسالوا رئيس الحكام هيمشي، قال له لا لسه ما قررناش. بعدها بدقيقه الكومي اتصل تاني وقال له هنمشيه، انا شايف ان في حوارات حصلت في الكواليس وفي امور خير للزمالك بدايه الموسم الجديد، كده كده الدوري السنه دي رايح تمام، بس هم لو ما فكوش القيد هتبقى تاني فشل ذريع هيستنفذ من رصيدهم، بل بالعكس مش هيبقى ليهم رصيد اصلا. وانا متفق بالكلام ده، ان هم ما فكوش القيد هتبقى كارثه، يعني تبقى كارثه. انا ما بتكلمش في فك القيد بس، انا بتكلم في فك القيد واللعيبه. وانا هلعب السنه الجايه ازاي؟ انا هلعب السنه الجايه ازاي؟ ما انت كده خلاص، انت خليتني نادي متكتف ومش قادر اعمل حاجه، واعمل كده ومش قادر اعمل حاجه. انا هلعب السنه الجايه ازاي؟ شوف يا حسن، موضوع عدم التشجيع او توقف تشجيع الزمالك، انا بقول لك وانا زملكاوي من 48 سنه عمره ما يحصل. انا اعرف ناس ايام ما كنا بتركب الدور الاول بفرق نقط والدور الثاني تبدا تفقد نقط، يطلع ناس يقول لك خلاص مش هشجع الزمالك تاني ويحلف ايمانات بالله. اول ماتش تلاقيه اول واحد يقول لك مش قادر، ده الزمالك. الحل ان الزمالك يتخصص، وقتها هنعرف ناخد حقنا كويس. ده رايي اللي بقوله من زمان على فكره، ده رايي اللي بقوله من زمان، ده رايي اللي بقوله من زمان. تاني عايز اطلب طلب من كابتن حسين لبيب. ايه هي امكانيات احمد خالد حسنين ان هو يمسك سوشيال ميديا الزمالك؟ الراجل خلال الفتره اللي فاتت اثبت فشل ذريع في ان هو يمسك سوشيال ميديا الزمالك. ايه خبراته ان هو يمسك سوشيال ميديا الزمالك؟ ايه الخبرات العظيمه اللي عند احمد خالد حسين انا مش شايفها ان هو يمسك سوشيال ميديا الزمالك؟ احمد المره الجايه بقى هات بلطجيه يضربوني عشان بقول الراي ده. ف ايه الخبرات؟ جمال جبر الناحيه الثانيه بيحرك سوشيال ميديا الاهلي، وسوشيال ميديا الاهلي على اعلى ما يكون، على اعلى ما يكون حصريات للصفحات وحاجات. انت نفسك للزمالكاوي ممكن تدخل تلاقي نفسك بتتابع البوست واللي بعده واللي بعده واللي بعده. انا عايز اعرف دلوقتي ايه هي خبرات يا كابتن حسين ويا مجلس اداره نادي الزمالك احمد خالد حسنين، غير ان هو بس مقرب من الكابتن حسين، وان هو الكابتن حسين يعني بيثق فيه الصراحه لاسباب يعني انا لا اعلمها الصراحه. ايه خبراتك يا احمد خالد حسين؟ انا مش فاهم. لا مش عارف حضرتك، هل انت ابن من ابناء نادي الزمالك؟ يعني مثلا كنت عملت حاجه قبل كده؟ لا، هي الحكايه بس انتخابات ومقامات انتخابيه احنا عملناها عشان نبقى موجودين في المكان ده، عشان نبقى موجودين في المكان ده. السوشيال ميديا الزمالك بتشهد فشل ذريع، صفحات نادي الزمالك بتشهد فشل ذريع، ومش قادرين نقرب عليها بسبب وجود احمد خالد حسنين. وانت حضرتك ماسك علينا يا استاذ احمد عشان تمسك انت سوشيال ميديا نادي الزمالك؟ عايز افهم بس، عايز افهم انت حضرتك ايه خبراتك عشان تبقى ماسك سوشيال ميديا نادي الزمالك اللي هي كل يوم من فشل لفشل، من فشل لفشل، من فشل لفشل. لا ومتداخل في فريق الكوره ومع عبد الواحد وهنا وهنا. والناحيه الثانيه برضو على ما انا وجهت لك سؤال قبل كده، موضوعك مع سمير عبد التواب وشراكتك معاه. كلام اهو، كلام المره دي يذبح بقى، كلام المره دي يجيب بالمسدس المره الجايه. ماشي؟ كلام واحد يذبح، بس ده الكلام اللي الناس لازم تعرفه. ايه خبرات حضرتك ان انت تمسك سوشيال ميديا الزمالك؟ ويا كابتن حسين وجود احمد خالد حسنين ورامي نصوحي ده علامه استفهام كبيره يا كابتن، وهيورطوك. والناس ديت بتشتغل لمصلحها الشخصيه وبيشتغلوا انتخابات من دلوقتي، ناس صغيره وكل حاجه، بس ايه خبراتهم ان هم يمسكوا الملفات دي كلها؟ ايه خبراتهم ان الناس دي تمسك الملفات دي كلها؟ معلش يا جماعه اهو، انتوا بس خبراتكم ان انتوا بتعملوا مقامات انتخابيه وشغل انتخابات وطنط وعم والترابيزه والكلام اللذيذ ده. انا راجل كعضو جمعيه عموميه بتكلم اهو، شايف ان الناس دي دورها ملهاش دور في نادي الزمالك، والناس دي كل ادوارها بس ان الكابتن واثق فيهم، وانا واثق في كابتن حسين. بس انا شايف الكابتن على الارض يا كابتن حسين ان احمد خالد حسنين ورامي نصوحي دورهم في نادي الزمالك ان هم بيأذونا، ان هم ما عندهمش خبرات. رامي نصوحي ورطنا في الصالات لما مسكتوه فريق الطايره وخلانا الاهلي بص معلم علينا في كل حته. والنهارده السوشيال ميديا نادي الزمالك بتعاني من الفشل يا كابتن حسين، بتعاني من الفشل. ده انا بقول بس دول كلمتين ومش هسكت. الفتره اللي جايه كل حاجه هتحصل هتكلم فيها. احمد خالد حسنين ورامي نصوحي ماشي. حته ان انا امشي ولاد على السوشيال ميديا واديهم الاخبار وامتى حاجات دي، يعني في حد
يعني في النادي مسمي رامي مش عايز اقول يعني ان هو الراجل بيسرب الاخبار، مسميه على اسم الراجل اللي بيسرب له الاخبار عشان بس ما نزعلش الناس مننا. فانا شايف ان السوشيال ميديا الزمالك فاشله فاشله. شوفوا ادخلوا شوفوا الريتش بتاع الصفحات، وادخلوا شوفوا اداء الصفحات، وادخلوا شوفوا وقارن بينها بين صفحات نادي الزمالك وصفحات النادي الاهلي. في كارثه بتحصل في الملف بتاع سوشيال ميديا نادي الزمالك، وفي كارثه بتحصل في قطاع الصالات. لان انا امبارح لقيت صديق عزيز الاستاذ محمد الجبالي يعني منزل، طبعا طلعوا نيره بره الموضوع، ماشي النيره دي بره الموضوع خالص، انا بقصد الاثنين دول، منزل ليهم بوست وبقول للناس لا يا جماعه احنا كده طبعا وجهه نظر الاستاذ محمد تحترم وكل حاجه، بس انا بقول لحضراتكم الملفات دي انتوا تحت السن، ومش عارف ايه برضو خبراتكم وايه قدراتكم ان انتوا تمسكوا ملفات زي دي. وده برضو من عوامل الفشل اللي انا شايفها. يعني انا شايف ان اللي احنا كده ده فشل، ومش هسكت. والفتره الجايه قسما بالله انا ماسك ملف في الحته، وملف السوشيال ميديا دي وتعيينات. ده جاب واحده اهلاويه يا جماعه، استاذ احمد خالد حسين جاب واحده اهلاويه شغاله في النادي، ولما الموضوع اتكشف مشاها. لو انتوا هتمشوا السوشيال ميديا للزمالك وانا عمال انضرب على قفايا من السوشيال ميديا النادي الاهلي، والناس هناك شغالين صح، وانا في الاخر يا جماعه عملتوا ايه؟ اصل احمد معاه الملف. تمام؟ هعمل لك حظر تاني يا احمد على فكره، عشان ما بحبش حد ايه يقول لي تنظير وتبرير، انا بكلمك بمعلومات. تمام؟ فدلوقتي اللي انا اجي اشكر في ناس هم اصلا سبب خراب في النادي، دي كارثه بقى. دي كارثه ومش هسكت عليها. مش هسكت عليها خالص. سوشيال ميديا نادي الزمالك رايحه في 60 داهيه، اللي انا مديها لواحد ملوش في الموضوع. ايه خبرات احمد خالد حسين ان هو يمسك اعلام سوشيال ميديا نادي الزمالك؟ سؤال يا جماعه، سؤال. وانا اخش في كره القدم ومدخل نفسي هنا ومدخل نفسي ايه يا جماعه؟ ايه خبراتكم ان انتوا ماسكين الملفات دي؟ ما احنا يعني اتوحلنا كلنا اهو من وراكم. والبيانات الغير مدروسه لان في ناس غير دارسه، يعني بيان غير مدروس وقرارات غير مدروسه، لان في ناس واخده ملفات اصلا هي مش دارسه. فكان لازم اتكلم في الحته ديت، وهتكلم في الحته دي الفتره اللي جايه، لان احنا الناس اللي تابعه ليكم بيطلعوا يستفزوا الناس على تويتر وعلى سميسات وهنا 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 وهنا. تمام؟ وفي الاخر كلنا بندفع الثمن. ملفات مع ناس مش دارسين. وكل الموضوع ان احنا دخلنا نادي الزمالك لان في علاقات وفي اعضاء جمعيه عموميه وفي ناس تابعين لينا وفي مجموعه تابعينا نجحتنا، بس احنا مش دارسين للاسف. ماشي؟ احنا مش دارسين للاسف. احنا مش دارسين الناس اللي تحت السن، مش دارسين المواضيع اللي هم ماسكينها ولا الملفات اللي هم ماسكينها. ودخلنا النادي عشان اصوات انتخابيه. تمام؟ دخلنا النادي عشان اصوات انتخابيه فقط لا غير، مفيش اي حاجه غير كده. طب انتوا دارسين يا جماعه واخدين ايه؟ لا احنا جينا قعدنا مع سانتياغو وعمل لنا فيديو كده وقال لنا الناس احنا عايزين زي الفل. الكابتن حسين جابنا عشان احنا مش عايز بس ايه لخبط في الكلام، بس خلينا كده الايام الجايه نهدى بس، وهنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل على نفس الحساب ده، وفي اللايف ده هقول كل التفاصيل اللي ادت الى نفاذ رصيد مجلس اداره نادي الزمالك عند الجمهور. السلام عليكم.